الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم. درسي لدمي جحفة كان كيست ونتلال إن شاء الله تعالى. صحابني رقم ربي عليه الصلاة والسلام درجان ثاني مالك في أكيدنا للسنة والجماعة نانو كانت ما فقط وانجلك إن شاء الله تعالى إلا الله حكما درسي دبر فتك ست حق نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى اللت درجات ثاني حكما لا للتجرج درجان الجماعة ربي عليه الصلاة والسلام هدورة درجات ثاني الرأي أولا مأولا جنة بنو تهون ثاني درجات ثاني الرأي أمني ثاني سال أمتاتون درجة ثانيتي أمني ثاني كن سال أمتاتون درجة ثاني الرأي جيتشو حكسم أمو صحابني إرجما ربي عليه الصلاة والسلام قال دوبا قتنيكا نماتي إيقا أنبيوتاتي أمني كنت على أمتاتي ummata kana keessaa immoo caalanii sahaabota jechuudha. Sahaabota ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam. Eega ergamaati alayhi salaatu wassalaam sahaabonni darajaa guddaa qaban. Darajaa isaan qabanu rabbiin nu dubbatee jira jechuudha. Isa kana keessatti مصنفين رحمه الله تعالى مالنو دبتا حتى سممو شيخني شارحين رحمه الله تعالى مالنو دبتني ولو مال لا لجج. وأفضل أمته يدل مصنفين جالان أمة إسادا أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق يقسي عمري الفاروق فاروق يجوني غرغر باس كنت يجون الفارق بين الحق والباطل. ربي نسان غرغر باس يدو حقاتي في باطله فاروق جاني. مع عثمان يجسي عثماني عثمانيني ذو النورين صاحب نور لماتي إذا إرجما ربي عليه الصلاة والسلام ijoollee isaaniidha itti heerumsiisan jechuudha. Itti heerumsiisanii eega tokko jalaa duute ammas dabalanii fi kennanii jechuudha. wanti inni zinnuurayn jedhamuu fi لأنه تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. انت لا نرجع ما فول جيتو رقية فودة دوتي جنان أم كلثومي أمس اتهيرون سيسي الجمان عليه الصلاة والسلام يسينس دوتي جدو. لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها إياها وتن صدفا قبات لستين هيرون سيسي جدا الجمان عليه الصلاة والسلام أما درجة قد قبلنا. ثم علي المرتضى إيجاسي أفريسان علي كن
دوبا قتني جالة ما كنت علي المرتضى جرانين علي دوبا قتني جالة ما علي نمني درجة عليهم بيهن جبون سالان ملا إذا عليين مو إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام أما ترضى جرين أتنجالت يا علي أنا الرا أتته منزلا دوبا قلتنيك هارون تتون جالتو أكا هارون الموسى رات إسان أجلت لبك بؤا أكستؤون جالتو جرين قروا أنا بود نبيين انجروا ملئ إذا عليين جالة ماذا مرتضى جرانين هذا علي كنان علي سجالة ماته جج من مؤمنا يتجالة رضي الله عنهم إذا كان بينسوك ست شيخ نمال جبرو فضائل الصحابة الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم صحابي كان جنو نما يرجما ربيتي والجه مؤمنا به يرجماتي أمنا هالتين ومات على ذلك سنرتي هدوء سنرتي كان دوء جيتشو كانت الصحابة جلما يجتشو نما يرجما ربيتي والجه مؤمنا هالتين يروجنو ورا قصوين منين إرجما دا والجه كيسا باسو كيسا جر ومات على ذلك يوجد ورمودي بكفر كيسا باسون اللي كيسا جر جرجو وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طول أصحاب يرجما ربي لا أفضل أصحاب الأنبياء الرجال صحابتا أنبيوتات لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني جئر جمان سأل أنما والريروكيات حديث رواه البخاري وغيره وأفضل الصحابة صحابات أمة يمود بأني والجالوج صحابة كيسا موجالان المهاجرون أنصار توتا في مهاجر توتا كيسا جالان مهاجر لجمعهم بين الهجرة والنصرة يدو بيوفيتي قدانوتي في يدو إرجمان الصرو والكبة وانت أنيس ثم الأنصار إيغان تنامو أنصار توتا ورمدينة مهاجر إيغان تنا أنصار وأفضل المهاجرين الرجال مهاجر توتا الخلفاء الأربعة خلفاء أرفنسا الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فأبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان ابن عامر من بني تيم بن مرة بن كعب أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال إلى أولنا ما إرجم ربي أمنيتيني وصاحبه في الحجرة ونائبه في الصلاة والحج صلاة كيسة تسبك بواسا كانت حجي كيسة حجينا ما حجاسو كيسة تيتو وقاس القفاسا ستنا ما عندهم وخليفته في أمته جلت أمة ساكيسة خليفة كانت أسلم على يديه 5 من المبشرين بالجنة عثمان حركة سارة تسلم عثمان والرجنتان قمتشي فمكيسان من شان حركة سارة تسلم عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص جركن هندي حركة سارة تسلم جلتو توفي في جماد الآخرة سنة 13 هجريا عن 63 سنة دون سنة هجرار وقاق لسدفا عمري جهاتمي سادي الرايت إرجما ربي عليه الصلاة والسلام عمري سا والفقات عن جيت إرجما لس عمري جهاتمي سادي تاي الناس كنوا جهاتمي سادي وهؤلاء 5 مع أبي بكر
وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام نما سديتن درنا ماذا إسلمنا تسينا الرأي جدت لجرقون قاله ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالة نما سديت جدتون دوبا جركن شنن جرام ما شنن عثماني زبيري طلحة عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص شنن أبي بكر جهة علي بن أبي طالب تربة زيد بن حارثة سديت جركن سديتا ورّا الذين سبقوا الناس بالإسلام ورّا نما درسان إسلامنا تقبلوا كيست ابن إسحاق كان جريت إير الراجت وعمر لما فان هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤي أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو 40 رجلا و11 امرأة أسلمون سا إرقمان ربي إرقمني عليه الصلاة والسلام وقاجها فا كيس أسلم إير أفرتمني في دوبا قرته دوبرتوني كل توكو إسلام آني ججو ففرح المسلمون به إسان قمدا سلموا ساسنا قمدا وظهر الإسلام بمكة بعده إسلمنان اللي فقال ججو لمكان كيست إيقا إني أسلمه استخلفه أبو بكر على الأمة أمة بكبوفة أبو بكر فقام بأعباء الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة أبو بكر موتما ستكنت آخر عديم جلتو جنان تعابي موتما كان نابت جلتو لك رابي كيست على رابي كنت حم أجف متجلتو شهيد وريقما على تأين ذي الحجة وقاري دمي سدي كيسا عمرين ساس جاتمي سدي كان ساجلتو لغافس جركن والمفكات عمري كيست وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان من بني أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وترجمان دار الأرقمين سينين سلم يجتشون وكان غنيا سقيا دريس أرجاء تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاقها للشورى ورشورى الرتولتاني جنان خلافة أرجت جيش الآن قتل شهيدا تيمى جفم في ذي الحجة سنة 35 يجون صدوميشن كيك هجرار وقا صدوميشن اتجفم جيش وريقمه عن 90 سنة وقا سقل تمر جيش وقا فسنني نما وقا سقل تمات جيش على أحد الأقوال وعلي هو أبو الحسن علي بن أبي طالب واسمه أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب أول من أسلم من الغلمان يقول لي رادرون ما أسلمت أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر التكن ففتح الله على يديه أركسارة رب خيبري بني وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما إيقا عثمان الجفمه خلافان دوبا قتنيكا إسا خلافان رتي أحد سينا ميجيج فكان هو الخليفة شرعا إلى أن قتل شهيدا في رمضان سنة 40 حما جفا متجيج لك وقا أفر مرة هجرة وقا أفر مرة جفا ميجيج عمرين ساجات ميشدي إذا خلفاء الأربعان عثماني ملين جركان سدن عمرين ثاني عمرين مرغماتي والفقات جج همي جرتان وأفضل هؤلاء الأربعة جركنا كيستاجالا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لحديث ابن عمر رضي الله عنه ما كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نخير بين الناس فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان جج نخير بين يدون ما كان دوبا في لنيت جج يبلون تعالى وانجر مكان يرون ما يرجما كيسا أبا بكر لكن نتفلن جج أول الرد أبا بكر يجسي موجة دوبا عمري ثم
عثمان بن عفان جيتشو صحيح المعنى ضعيف المبنى ديامانات صحيحة قروا أكاكنت ضعيف ما قبا ضعيف الجامع كيست لالو ندن داما جيتشو طيب لغغرة حديث دوبغتني نكون رواه البخاري جدارا رواه البخاري ولأبي داود كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان زاد الطبراني في رواية فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره هذا ولم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب أما مثلا مصنفين رحمه الله تعالى مالجل وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين مال الجنان لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره إرجما ربي تجاها إيجسي جتو إرجمان مرمو إرجما ربي بلغه جنان ربين كن إرجما ربي مرمو دبي طيب إيجا إرجما إقرار قولي شالان ثاني ترتيب مكانان جتشو أسراب الرجلتشو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أكا كانت ترتيب مكانان ديما يجتشو تولي يرون مرقما كيسا كنو كان أدي سنيدو بجون أرقمير فلا ينكره وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث أجل وصن فلي إذا سدفاكا دوبا تنيمك أن نواجد إنك جلاجر علي بن أبي طالب جلت رضي الله عنه إذا قال أمة أبو بكر تو عمرين تو رقابة جلت إذا سدفا رجل سجلت إذا سدفا رجل وتنفذ مكان نهاجد حيه حديثني ضعيف الجامعي كيستي به إشيكنا جيتشو وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر أدونهم بانسي هلنسي إيغا نبيوتاتي فرسلتوتاتي نمج آلاته الرد أبي بكر الراجع أبي بكرين دوبا قتنيكا شالا لجج كن شهادة إرقما ربي عليه الصلاة والسلام إرقما ربي رقابه جج طيب
إذا كان الرتي شيخ نمال جدي رحمه الله شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى زاد الطبراني في رواية فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره جد لسينكارا هذا جد ولم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب ما عندنا زيادة علي كن برنجر زيادان علي زيدون كن برنجر عندكم؟ وصحة الرواية عن علي قال خير هذه الأمة النبي أبو بكر بن عمر الذي سمي ذلك لا مير علي يجونس أنا علي ثاني لا سريع علي اتدبلن يجرا عثمان ثم علي يجرا علي اتدبلوا لبر ما النبان يجر أبي بكر إيجنتنا عمر إيجنتنا عثمان إيجنتنا علي يجر سندرجة أما كان النجرة جروجا نسكا كان كينيا كانت الراكوت تورا ماله أكا أما سلا شيخني دب تاجرا نتيج كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي نجرا إيه سنك ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره كان أما أنك الراتب هذا قال بكي جرو كان أما شيخ نيراجر هذا ولم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب وتوكن جرات سلا يا ينور ميغا تو زيادة سينكن جرات تو زيادة سينكن جرات إسي كان إن أقرر إسي علي بن أبي طالب دبلت كان أن أقرر كان النجد هذا الوجه حديثني جرس دني رتقبابة مليجج قال المعلق على طبعة السلفية صفحة كذا اقتصر الحديث على هؤلاء الثلاثة في طبعة دمشق سنة كذا وزيد في كذا كنافقة عن أجر إشي كان إن أجر كان أجر أجر شيخ رحمه الله تعالى وتويسين كن دبلم تسلا نقاد أيو سلا يا إنجر أما أن كين إراكوتي إسين كوني حديثني سدنو مكان الرد طبعا دي مشكا كيستي سدنو مكان الرد قبابتي جرين كان شيء نكجلاره رحمه الله تعالى وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه جج إجا الرجالان ثاني خلافة إجا نبيتي أبو بكر تو خلافة تعالى مصنف مال جري أسرد وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم
على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. أكن جل مصنفين رحمه الله. وهو أبو بكر أحق خلق الله الرجال خلق ربيتي مال كيست بالخلافة خلافة لان الرجال خلقيتي إيجا نبيتي يجد مال الجنة لفضله صدر كاين نكبوف جد وسابقته درب إيتي كان إني إسلام يمس يجد سابق يمال لكبه وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له إرجمان ربي اللي يسدر سجدت الصلاة كيست على جميع الصحابة دربوس مروا أبا بكر جريمة أبا بكر جانا معنا صلاة جد طاله وإجماع الصحابة رضوان الله رضي الله عنهم صحابون اللي والتاني كان على تقديمه ومبايعاته يسدر سورة مبايعة سارت صحابون اللي والتاني جران جد ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة جلنا رت ربي كان جرى ولتكبهن تاني أكن جرى مصنفين رحمه الله تعالى. إذن وري رافضادا مي كان اسم كاوكا ججو توان مع عقلي كباتا نتانيتي دوبا سلاو مع عليين جده كان تقبلني علي لامتي امام جرادا اكجر جرا نتججو كانوا ما وجنين عليين افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر يدار وري رافضان كون عقل من قبل مليس ججو وتوان حيوانات هذه لا حمار ذات لنسي مليبر عليين جرس لا ينردفنا جاني أكجرا سنويو رقابه ججو قالما أبي بكر قالاته كيست كانك الشيخ نمال جلو وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلالة جلنا رتمو ربي نساء ولتهن كبوه أكنجا مصنفين مالجدا ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه وهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقال الخلافة من بعد 30 سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. إذا ترتيبني خلفائي دوبا أكما أماتي أبو بكر إيجاسي عمري إيجاسي عثماني إيجاسي علي كان ردي إيجا أهل السنة والجماعة كان ردي ديما نجرا لكن يدو عليته يدو عثمان كان كيسدي إذا كان خلافة وسنتين تكو أهل السنة لما يدو واجر ججر لكن كان جرئ الردي من جرني رحمهم الله جميعا عثمان ثم علي ججر أكما خلفائي كيستي ترى نفنسنا فضلي كيستي اللي أكسم ججر فضلي كيستي اللي أكسم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة على حد سواء تول مذامني أهل السنة والجماعة كان يقع مصنفين ثم من بعده عمر وجد يقع أبو بكر عمري رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه درجة قبا أما ثمو
أبي بكر اللي موتما كان كريسات آميدو يجيج رضي الله عنه تولي. ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له ور شوراتيو إسا درسا جيج ور شوراتيو إسا درسا عثمان دوبا قدتني عمرين دركن إني أسلمي. طيب إذا ور شورى عمرين يروريغا مسنجج دوبا أمري ور شورى تهركسي آخر ديمه ور شورى أمو عثمانين كان فلتني دوبا أفندر بوسا جيجو إسافي بيعان أرقم جيجو عليين اللي أهدي ساسيني عبد الرحمن سعدين زبيرين صحابوني كان جيجو خلافانا كستي سارقم جيجو إيقا عمري دوبا قتنيك عثماني رضي الله عنه. ثم علي رضي الله عنه إيقا عثماني مو إيقا سيمو علي لفضله وإجماعها لعصره عليه درجاك بوانتهيفو أكسم وري زمن ساسمو إسرتي والتهوان تهنيفو وجدت علي. وهؤلاء الخلفاء الراشدون جركن جدت والأئمة المهديون إمام النور بغتنيكا كجيرات هنكوني الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي ور إرجمان جلسنا براية كراكية قبدا كرا خلفائي ور بغتنيكا كجيلات أنيدا دوبا عضوا عليها بالنواجذ حقودان ارتجينا جد كيمسا قباجد دوبا جرى كان جرى. وقال إرجمان كان جد الخلافة من بعد 30 سنة جد خلافان أنا بودا دوبا قتني وقاس الدماج 30 سنة. فكان آخرها آخر خلافان ذات خلافة علي رضي الله عنه خلافة علي ذات جد خلافان دوبا قتني أرقمتي جرتي يرو كم أرقمتي يرو خلفاء الأربعة كان أرقمتي جد وقاس الدماء ميري دوبا وقاس الدماء بودا موتما أرقم جد بودا جرى كناتي كانني موتما أرقم. طيب قال ورموت ليك معاوية وهي كان كيست شيخنا نزبة رحمه الله تعالى ابن عثيمين وهي وقاس الدماء كان. ثم عمر جلال مشيخني رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر ولأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه. ثم عثمان رضي الله عنه لفضله وتقديم أهل الشورى له وهم المذكورون في هذا البيت علي وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف الرجال المشورة. علي عثمان سعدي طلحة دوبا قتني ورشورة جرى كان يجوى الزبيري ذو عوفي عبد الرحمن بن عوفي رجال يجوى قتني كورا شورى سنجركن علي توكو عثمان لما سعدي سدي طلحة أفر زبيري شنزة ابن عوفي جامدي. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليكم والرير سرارة والتاني. وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقال الخلافة بعدي 30 سنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال الألباني وإسناده حسن. طيب فكان آخرها خلافة علي. هكذا قال المؤلف شيخ نقول كان جرى ابن قدامان آخر رئيسي خلافة علي تيجد. طيب وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه أكوان جدول خلافة في كان علي حسن سن
كانوا مع أباس على كوان هرب في سيتيت كشيخات أو لم يعتبرها تكاو خلاف رمة الله حيث إنه رضي الله عنه تنازل عنها الرابو معاوية لا يدو أمتا دا ولتتولتو دا جنان الرابو تكاو أكسي مليجة دوبا سلا وقاسوا الدمقوتون إسي كان ساتي وجن جج إسي كان حسني وجنين وقاسوا الدم قوت جج رونتين إسي كان حسني وجنين الخلافة من بعد 30 سنة جل إرجمان عليه الصلاة والسلام وقاسوا الدم جل دوبا إيجا وقاسوا الدم جلتي حيه وقاسوا الدمني إسي كان حسن سنان قوتي إسي كان حسن سنان قوت جج مصنفين أبان كتابة ابن قدامة أكنجري وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه جميع الجلاب ديما يجو أكوان خلافة إسي كان حسن كان أباه الرف سيسيتي أددت لك هوديسي أو لم يعتبرها إنما خلافات أمة حيث إنه رضي عنه تنازل جعلت دوبا قرتني كايسير رابوه كناف دوبا قرتني هلالين ججو رضي الله عنهم جميعا مصنفين مالجن رحمه الله تعالى إيجا وان همّا كان نو إفسي نو بيّنسي كأي شيخ صالح شرحي كيس تم اللي راون فخلافة أبي بكر خلافان أبي بكر رضي الله عنه 2 و3 أشهر و9 ليال خلافان أبي بكر وقال ما في جسده في الكنسقلي ربيع الأولي كل سدر راكاس نججر وقاه كل توكو ربيع الأولي كل سدر راكاس إلى جمال الآخر دقدمي لما وقاه كل سده هجرارة هنگا كان يمو هجر رحمه الله تعالى أبو بكر ججر هجرة وقا كل توك ربيع الأولي كل سد الراكاسي إلى هجرة كل سد جماد الآخر دقدمي لم هنگا كان جج خلافة إنسان وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام خلافة عمر وقا كلني في دوب جهاف قيا سدي جماد الآخر دقدمي سدرة كاسي وقا كل سدفة جماد الآخر دقدمي سدفة راكاسي إلى هجرة دقدمي سده ذي الحجة دقدمي جهة عند كانت رجلت خلافان عمر وقا كلني في جهة في قيا سده خلافان عثمان 12 سنة وقا كل لما قيان كل لما أصوافه محرم الره وقا كل لما جتشو قيا كل لما هنكت جتشو محرمين دوبا قرتني دقدمي أفر إلى 18 ذي الحجة سنة صدميش نفاج طيب خلافنا علي رضي الله عنه 4 سنوات وقا أفري و9 أشهر جاء سقل علي وقافري في جاء سقل خلافانسا ذي الحجة صدميشن دوبقت ذي الحجة كل سقل الراكاسي وقا صدميشن هجرا وقا صدميشن ذي الحجة كل سقل الراكاسي
إلى هجراء فرتما رمضان كل شغلي أما كانت رجيت كنسا 4 سنوات و9 أشهر. فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة ولما قال خلافان جرى كان عرفاني 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ولما قال خلافان جرى كان عرفاني دقدمي سقلي في دوبة وقا دقدمي سقلي في جياجها في قيافر صدمان قلنا. ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنه يوم مات أبوه قاهم أبان سادو سنة علي رضي الله عنه. وفي ربيع الأول سنة 41 هجرارة أفرتميت الكفاء سلم الأمر إلى معاوية تكن. وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعد 30 سنة جتون ملة جتون خلافان نبود وقاسوا بمكان الرقمان جد آيان معجزان ثاني كان ملة دبينا كسمة. وقوله في الحسني كذا ذكر الرقمان مسجد. إن ابني هذا سيد جد علمك يكن سيدا ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. علمك يكن سيدا وأناد ربيني ولت أراسوسا خجيل إساني يدو جماعة لما قرقودات أني مسلم راكن تأني. رواه البخاري. آيان سن الله كنام لتجج دوبا مصنفين رحمه الله تعالى إيجا كان ندبته أمس اتففه أسمرت الآمنة. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.